السلام عليكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله على قناة معلومات فلاحية. غنشوفوا واحد الموضوع اللي كيهم مجموعة من الفلاحة، واللي هو المرض اللي كيصيب القطيع الاغنام في هذه الفترة ديال التحول الغذائي من الخضر لليابس او لا من اليابس للاخضر، اللي هو مرض المرارة او بوغليب او التسممات المعوية. كل فلاح اش كيقول ليه، ولكن هو الصراحة في الاصل الاسم التقني ديالو هو التسممات المعوية. التعريف ديال هذا المرض: هذا المرض هو تسمم على مستوى الامعاء كيؤدي بالموت الفجائي للحيوان. شنو كيوقع بالضبط؟ هو ان واحد البكتيريا الاسم ديالها الكولوستروديوم، بالافراد ديال العائله ديالها باربعه، الفا وبيتا وجوج انواع اخرين، كيديروا افرازات سميه في الامعاء، كيتمتص هذه الاخيره للدم وكتوجه مباشره للقلب، اللي كيعطي موت في اغلب الاحيان، موت فجائي عند القطيع. هاد البكتيريا كتكون متواجده عند الحيوان ولكن بنسب قليله، يعني السميه ديالها ما كتكونش تشكل خطر على الحيوان، ولكن خلال التحول الفجائي ديال الغذاء، مثلا كنتحولوا من الخضر لليابس او لا من اليابس للخضر، كنوفروا واحد الظروف ملائمه باش ان هاد البكتيريا تتكاثر اكثر وتفرز اكثر سميه. بالنسبه للاعراض ديال هذا المرض، في اغلب الاحيان هذا المرض ما كيكونش عنده واحد الاعراض ظاهره اكثر فاكثر. اللي نقدروه في بعض الحالات نشوفوه هو ان كيكون واحد الاسهال حاد، يعني دياري ايغي عند الخرفان، خصوصا الخراف الصغيره. واغلب الاعراض كنعرفوهم حتى كيموت الحيوان كنقوموا بالتشريح ديالو، وعاد كنشوفوا بحال الخويطات ديال الدم كاينين في المصارن. وباش كنفتحوا شي خروف ماشي ضروري باش تلقاو عنده المراره كبيره صافو دير راه مات بالمراره، هذا ماشي سبب. بعض المرات الخرفان اللي كيموتوا كنلقاو عندهم مراره منفوخه بزاف او لا عامره، هذا السبب كيراجع انه ما كلاش نهار ولا يومين، هادشي كيخلي ان المراره ديالو تنفخ اكثر. يعني خلاصه الاعراض كيبقاو في اغلب الاحيان مخفيه، يعني اما دياري او لا بعد الموت كنلقاو المصارن فيهم نقاطي او شروطه ديال الدم كما غادي يتضح لكم في الصوره. بالنسبه للوقايه من هذا المرض، كاينين جوج مراحل ديال الوقايه: كاينه وقايه عن طريق التلقيح ووقايه تقنيه. نشوفوا الوقايه عن طريق التلقيح. وقايه عن طريق التلقيح خصنا نلقحوا جميع النعاج والخرفان اللي عندنا في الكوري، باش يكون عندنا انتقال في الغذاء، يعني في الفتره اللي كتشهد انتقال من العلف الجاف للعلف الاخضر، او ثاني في الفتره اللي كتعرف انتقال من العلف الاخضر للعلف الجاف. البروغرام ديال هذا اللقاح او البرنامج ديال هذا اللقاح كيفاش كيكون؟ كنلقحوا جميع الامهات او الكبار قبل ما نرعاو في الاخضر او قبل ما نرعاو في اليابس بشهر، باش تكتسب مناعه كبيره عند القطيع. وكذلك كنلقحوا جميع الخراف اللي عندهم اكثر من شهر. علاش اكثر من شهر؟ حيت الخروف في الفتره ديال شهر كيكون مازال ما كيستجبش للمناعه المكتسبه اللي هي الفاكسان او لا التلقيح، وكنديروا له واحد الرابيل اللي هو تذكير من بعد 21 يوم باش ناكدوا على المناعه تخدم مزيان ضد هذه البكتيريا الكولوستروديوم. واي برودوي خديتوه مع الطبيب البيطري تاكدوا باش يكون فيه هاد الاسماء اللي غتبان لكم في الصوره، اللي هما الكولوستروديوم الفا وبيتا وانواع اخرين. انا غادي نخلي لكم الصوره ديال الماده المشعه اللي خصها تكون ضروري في داك الفاكسان. الان غنخليكم مع فيديو توضيحي كيوضح لكم الطريقه ديال الفاكسان عند النعاج. غادي تشوفوه بطريقه سهله جدا، ما عليكم غير تاخذوا الابره وتعبروا 2 المليلتر ديال داك المحلول، وغادي ديروه تحت الجلد. ما عليكم غير تهزوا الجلد وتدخلوا الشوكه بشويه عليكم، ومن بعد تانجيكتيو، يعني تقوموا بالتلقيح وتحيدوا يديكم وتحركوا شويه داك التلقيح باش يتحرك في الخرف ديالكم او النعجه ديالكم. حاولوا فقط ما تقطعوش اللحم باش ما يديرش شي حبوبه، وحاولوا ديروا الفاكسان في بلاصه اللي تحت القدم او لا تحت الذيل، باش واخا يكون حبوبه ما تبانش في القطيع ديالك. هذا غير الحي ديال المعلم قال لهم قلنا السر 5 دابا نجديد 3 دابا اللي تزوج 3 دابا. بارك الله فيك.